فيشرع للمؤمن الغسل يوم الجمعة والتطيب والاستواك لما في هذا من اتباع السنة وإزالة الروائح الكريهة والنشاط في هذا العمل الطيب. وهكذا حديث من غسل أو اغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب كان له بكل خطبة أجر سنة، عمل سنة، أجر صيامها وقيامها. هذا فضل عظيم. كل دنا ولم يرغب عند سماع خطبة الإمام، ودنا ولم يركب، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، كل هذا يدل على فضل الاغتسال والتنظف والتطيب والقرب من الإمام حتى يسمع الخطبة ويستفيد، وأن ذهابه ماشيا أفضل من الركوب لما في الخطوات من الأجر العظيم. فيشرع للمؤمن في يوم الجمعة ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من الغسل والطيب والسواك والدنو من الإمام، ويصلي إذا وصل المسجد ما كتب الله له 2 أو 4 ركعات أو أكثر، ولا بأس أن يصلي حتى يدخل الإمام حتى ينادي النداء الأخير، كله محل صلاة. لو صلى 10 ركعات أو أكثر فالأمر واسع والحمد لله، كله محل صلاة. ولهذا في الحديث الآخر وصلى ما كتب له، يعني من الصلوات صلى 2 أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو أكثر من ذلك. والسنة أن يعتني بقربه من الإمام بما فيه من المسابقة إلى الصف الأول وما يليه، والدنو من الإمام حتى لا يفوته شيء من الخطبة